ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ رجعنا تاني بعد 5 6 شهور. ما كناش موجودين فيهم قوي على اليوتيوب، ولكن تعالى اقول لك ال5 6 شهور اللي فاتوا دول احنا عملنا فيهم ايه. اخر فيديو نزلناه كان فيديو الاثلينكس او الانترودكشن، ان احنا قدمنا اثلينكس مع بعض. بس تعالى اقول لك ان الفكره نفسها اتطورت او قعدنا بقى نعدل فيها شويه كده، وبقت اثلينكس دي الهدف بتاعها هو حياه صحيه. وبالتالي الفتره اللي فاتت دي احنا كنا شغالين على ان احنا نطور فكره اثلينكس اكتر، بان هي تكون حياه صحيه اكتر. وبدأنا بأول كورس دلوقتي موجود على الويب سايت، وهو كورس التغذية الشامل. الكورس ده حرفيا فيه خلاصة، في الزتونة بتاعت المعلومات الطبية والعلمية والعملية بتاعتي كلها حطيتها لك في الكورس ده، بالإضافة إلى شوية كمان أدوات وكتب كده هتساعدك في الآخر بنهاية الكورس إن أنت تبقى فاهم تغذية صح، تبقى فاهم إيه هو الأكل، إيه مكوناته، إحنا محتاجين ناكل قد إيه، وإزاي أبتدي أوظف الأكل ده مع التمرين علشان أوصل في الآخر للهدف بتاعي، سواء أحافظ على وزن صحي، أزيد عضلات، أفقد دهون. كمان اتكلمنا عن المكملات الغذائية، واتكلمنا عن إيه هي، إيه أنواعها، إمتى محتاجها، إزاي أشتريها. فالكورس هو حرفيا من اسمه دليل التغذية الشامل أو خريطة التغذية الشامل. هو هياخدك من إن أنت مش فاهم أي حاجة عن الأكل، لأن أنت فاهم كل حاجة عن الأكل وبتعرف تاخد قراراتك صح، وبتعرف تنظم الدايت بتاعك، تعرف تديزاين، تصمم نظام غذائي from A to Z، من الألف للياء، من غير ما تحتاج إن حد يديلك نظام غذائي على الجاهز. يعني برضو بحب أشبهها أو أقول إن الكورس ده هيعلمك إزاي تصطاد، مش بس هيديلك سمكة. هتلاقيني بقول الجملة دي كتير، وده السبب الأساسي ممكن اللي خلانا إن إحنا ما نبقاش موجودين قوي على اليوتيوب خلال الفترة اللي فاتت. لأن دايما بنسمع كلمة اعمل سيستم، ما تحطش هدف. build systems not goals. ابني نظام، ما تبنيش هدف او ما تجريش ورا هدف معين. اعمل السيستم اللي يوصلك للهدف. وهو ده يمكن اللي انا عملته خلال الفترة اللي فاتت. كنت بقسم وقتي بطريقة معينة بحيث ان انا اعرف اشتغل واحضر، لو كان ماستر بحضر زمالة مش ماستر قوي يعني، وفي نفس الوقت عندي البيزنس بتاعي اللي هو الثانولوجي. وفي نفس الوقت كنت عاوز اكبر فكرة اثلينكس وان هي تبقى منصة للحياة الصحية، لأن أنا مش عاوز المعلومات اللي عندي أو الحاجات اللي أنا عرفتها تبقى موجودة معايا أنا بس. عاوز، كان دايما في مدرس اسمه مستر مصطفى، أتمنى إن هو يعني يكون بيشوف الفيديو ده، كان بيقول لي دايما الجملة دي: ما توقفش العلم عندك، أي حاجة أنت اتعلمتها بصيها لغيرك على طول. فإن أنا بصي العلم ده لغيري، ده كان الهدف بتاعي من الويب سايت ده. أنا اتعلمت حاجات كتير في الطب، فعاوز أنقلها للناس بحيث إن هي تعرف إزاي تليد a healthier life، ازاي يعني يكون عندها حياة صحية اكتر. ولكن في نفس الوقت ان الحاجة دي تكون بتاخدها كده بشكل مجاني، غالبا ما بتحسش بقيمتها قوي. فعشان كده عملنا الويب سايت والكورس بطريقة منظمة، وان هو يكون ليه سعر مش غالي قوي ومش رخيص قوي. سعر يحسسك بقيمة الحاجة اللي انت بتاخدها، ان هي فعلا انا محتاج التزم واشوف الفيديوهات دي لحد الاخر، محتاج استعمل الادوات دي. يعني ده هيخليك انت تلتزم بالكورس ده. فنرجع تاني لنقطة ان احنا السيستم اللي كنا حاطينه، فالوقت اللي كان مخصص للشغل كان كله بيبقى كونسيومد، كله بيبقى محطوط للكورس وللويب سايت. فالكورس ده هو اخد مننا 6 شهور او 7 شهور اكتر كمان، من التجهيز وترتيب المحتوى، وبعد كده تجهيز الماتيريال اللي احنا هنشرحها، وبعد كده كمان التصوير والمونتاج، وبعد كده البروجرامينج بتاع الويب سايت وان احنا ننظم الويب سايت. ولكن الحمد لله، يعني النهارده اهو انا فخور ان الويب سايت والكورس دلوقتي متاحين. تقدر تسجل في الكورس وتاخد لايف تايم اكسس، يعني يبقى ليك حق الوصول لمحتويات الكورس دي مدى الحياة، مش هتقفل عليك. تقدر تشوف الفيديوهات اكتر من مرة وفي اي وقت، تحمل البي دي افات اكتر من مرة وفي اي وقت. كمان كل التحديثات اللي هتنزل خلال المستقبل هيكون ليك اكسس عليها، تقدر تشوفها. يعني مش هتدفع فلوس تاني في اي حاجة، الكورس ده معاك مدى الحياة بكل الابديتس اللي جاية. كمان هيكون في جروب للفيسبوك. جروب الفيسبوك ده الهدف بتاعه ان هو يكون الكوميونتي بتاعنا، المكان اللي بنتناقش فيه علشان نوصل لهدف. احنا اتفقنا العلم مش عايزينه يقف عندنا. العلم وانس انت عرفت حاجة شاركها مع غيرك، اتعلمت حاجة انشرها، ما توقفهاش عندك. فمستنيك في الكورس ده نتعلم ازاي نليد حياة صحية اكتر، ازاي نبقى عندنا اسس علمية تساعدنا ان احنا نبقى بنشاط اكتر، بتركيز اعلى، بانتاجية اعلى، كمان يقينا من امراض كتير قوي. عايز اقول كمان الفكره بتاعت السيستم دي مش هوقفها عندي، برضو الفيديوهات اللي جايه هنتكلم فيها عن السيستم وازاي تبني السيستم ده وازاي تنظم
حياتك، لان السيستم ده هو اللي خلاني في الاخر قدرت اوفق ما بين الشغل بتاعي، ما بين سينولوجي، ما بين الدراسه اللي انا بدرسها دلوقتي او الحاجات اللي انا بحاول اتعلمها ودايما متقفش اتعلم، خد شهادات، اتعلم حاجات جديده، والويب سايت الجديد اثلينكس. فبس دي كده دردشه سريعه مع بعض عن كنت مشغول في ايه الفتره اللي فاتت وليه ما كانش فيه فيديوهات. ولما تشوفوا الكورس ومحتوى الكورس وتبتدوا تتعلموا منه واحده واحده هتفهم هو ليه اخد الوقت ده كله، لانه فعلا حلو جدا 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 وهيفرق معاك جدا جدا جدا. وبالسيستم اللي احنا حاطينه دلوقتي ان شاء الله كمان هيبقى فيه فيديوهات بشكل منتظم اكتر، لان خلاص الكورس خلص بالويب سايت. فالفترة اللي جاية الوقت اللي احنا محددينه في السيستم بتاعنا ده للشغل بتاع الويب سايت هيكون متوجه اكتر بقى المرة دي للشانل. فان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعني تشوفوا فيديوهات اكتر الفترة اللي جاية. خش على الكورس، مضيعش الفرصة الحلوة دي لان في خصم كبير قوي لفترة محدودة كمان.